غادي نشارك معاكم حرشة بالشعير أو البرغل اللي تتجي لذيذة بزاف وتتجي فتية تذوب. هنايا عندي 2 كيسان ديال البلبولة اللي هنايا راه اللي شاركت معكم في الاول في الغسيل راه غليظه باش خدمت رقيقه، لان المقطع مشالي ديال الفيديو اللي سجلت معاكم. هنا تنحاولوا نغسلوا البلبوله ديال الشعير مزيان حتى تنزولوا ليها داك الصفا اللي فيها النخاله ديالها، وكاع الا كانوا فيها شي شوائب تيزولوا. هذه راه هي شريتها، والاخرى اللي درت بها الحرشه راه مصايباها على اليد ديال الشعير البلدي. علاش قلت لكم راه مشى لي المقطع. حاولوا تخدموا بالبلبوله تكون متوسطه ولا رقيقه باش ما تجيكمش الحرشه قاصحه بزاف، لان هذه الطريقه اللي غنشارك معكم راها تجي تذوب ذوبان الصراحه، تجي فتيه بزاف. صافي هنا غنغسلها واحد 3 المرات مزيان هكاك حتى تتصفى مزيان من الصفا ديالها، وندوزو للمرحله المواليه. صافي هنا راه غسلتها وعاودتها، غادي نضيف عليها الماء غليان. غنغسلها واحد الغسله بالماء غليان خفيفه، عاده نخوي عليها الماء غليان. الدور ديال الماء غليان راه بحال تنطيبوا ديك البلبوله، ضروري ما ديروه باش ما تضركم ما حتى حاجه، بحال تتعاونوا البلبوله ديالكم طيب، حيت كما تتعرفوا هي تتكون قاصحه. صافي غادي نخوي عليها الماء، غنغطيها حتى تيولي الماء فوق منها، ماشي بزاف غير شويه. وإلا جاب الله كثرتوا الماء باش غطيتوها عند العجينه نقصوه، الا بقات عندكم فازقه البلبوله غادي تنقصوه وصافي. هنا راه نتوما لاحظتوا الكميه اللي غطيت بها هي هذه، غنزيد واحد شويه صافي، وغادي نسد عليها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح على الاقل واحد 2 سوايع. وهاد العمليه تقدروا ديروها في الليل صافي، والصباح تتلقاوها موجوده تخدموا بها عادي. صافي هنايا البلبوله ديالنا راه تشربات. هانتوما راه اللي غسلت الاول راه ماشي هي هذه اللي غنخدم بها، راه قلت لكم المقطع ما تصورليش تاع هذه. هانتوما انا راه خدمت هنا بالبلبوله اللي رقيقه، هاد الشكل ديالها هو هذا، ها هي راها تشربات ديك الميها تماما. وبلبوله يعني اللي بالشعير البلدي ماشي بالشعير الرومي، باش نميزوها. الشعير الرومي تيكون اللون ديالو بيض، واللي تنصايبوه على يدينا تيكون اللون ديالو بحال قري ماشي بيض. صافي هنا وضعت واحد الحفره وغادي نضيف الدقيق. هنايا عندي 2 معالق كبارين ديال الدقيق ديال الذره. والدقيق غتستعملوا اي نوع اللي بغيتو، تقدروا ديروا غير نوع واحد، انا استعملتهم كاملين باش اللي توفر عندكم من هذا الدقيق تستعملوه. وغادي نضيف 2 معالق كبارين ديال السميده باش نخدموا الحرشه السميد المتوسط. وعندي هنا كذلك الدقيق ديال الشعير تا هو غنضيف 2 معالق كبارين. راه هاد اي نوع توفر عندكم ديال الدقيق تقدروا تضيفوه للبلبوله. صافي وغادي نضيف 4 غرام ديال خميره الحلويات، نص معلقه صغيره، وغادي نخلط كلشي مزيان. بالنسبه للخميره ديال الحلوى لما بغيتوش تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش، غير هي راه تتفتي لين الحرشه تتجي فتيه مزيان مزيان. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل الصغيره، تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال السكر سنيده. صافي غادي نخلط كلشي مزيان. درت واحد النقطه ديال الماء باش ندوب داك العسل، ماشي بزاف باش ما تجينيش الحرشه ديالي جاريه. صافي وغنخلط المكونات مزيان مزيان. غادي نضيف رشه ديال الملح على حسب الذوق، ونخلط المكونات كما قلنا. وكما قلت لكم بالنسبه للخميره تاعت الحلويات تقدروا تعوضوها بواحد شويه ديال خميره المعجونه. الخميره باش تنديروا الخبز الجافه او المعجونه راه بحال حتى هما تيجيو زوينين.
ولكن انا تنفضل ندير خميره الحلويات تجي الحرشه فتيه بزاف. صافي هنايا راه تقاديتها باش غادي نخدم بها ونسيت بلا ما ضفتش الزيت. هنا غنضيف 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون. لا توفرتوا عليه كان افضل، ولا ما توفرتوش عليه تعوضوه بزيت المائده حتى هو تيجي ما بيهش تيجي زوين. صافي غنخلط كلشي مزيان ونسرح الحرشه ديالي. هنايا غنستعمل انا مقلاة غير لاصقه، وانتم استعملوا اي مقله اللي توفرتوا عليها. غنوريكم الا كانت المقله تتلصق كيفاش غادي تخدموا الحرشه ديالكم. صافي غادي نرش عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال البلبوله. انا راه كنرس بالبلبوله اللي رقيقه بزاف كما تتشوفوا في الصوره باش ما تجينيش الحرشه قاصحه. هنا غناخذ الخشبه باش نطرحوا الخبز، وغادي ندير عليها ميكا. هذه هي اللي كانت عندكم المقله تتلصق ما تقرصوهاش مباشره. انا نقدر نقرصها مباشره في المقله، ولكن بغيت نشارك معكم الا كانت المقله ثقيله ولا لا تتلصق غديروا هاد العمليه. غديروا بلاستيكه وتوضعوا فوق منها الخليط صافي وتقادوه تقرصوها بالسمك اللي بغيتو. رقوا ولا خلطوا، راه واخا ترقوها راه تتجي فتيه هاد الحرشه لان درنا فيها خميره الحلويات. صافي تنحاول نقاددها في هذه المرحله. لا كانت المقله تتلصق فاش تقرصوها غادي ترشوا على الوجه ديالها البلبوله. انا غادي نديرها هكاك لان داك البلبوله اللي رشيت بها كافياني. غندردر الوجه غير غندردر البلبوله غير على الوجه هكا من الفوق، حيت المقله رشيتها. وكما تنأكد عليكم المقله الا كانت تتلصق في المرحله فاش غتبغيو ديروها في المقله رشوها بالبلبوله. تنتمنى انني نكون وضحت لكم الشرح. تنخاف شي مرات ما نوضحش ولا شي حاجه، خليوا لي في التعاليق. صافي هنايا تنحاول نقاد الحرشه. خديت واحد المعلقه وتنقاد ليها الجنيبات بهذا الشكل. وحتى الوجه الا كانت شي بلاصه غليظه حاولوا تسرحوها. راه اليد ما كاينش بحالها الصراحه، واخا انايا وانا تيعجبني نخدم بيدي. صافي نطبطب عليها هكا ونقاد ليها الوجه ديالها والجنيبات. صافي وغنوضعها فوق نار اللي مهيله حتى تشد راسها مزيان. عاده نقلبوها. صافي هنا الحرشه من بعد ما قبطات راسها مزيان درت الخشبه هكا وغادي نقلبها. تتقلب بكل سهوله، تبعوا نفس الخطوات. صافي هنا راه خسرات لي من واحد الطريف غنحاول نقادها. صافي ونخليها طيب. النار تكون مهيله باش كما تتعرفوا الشعير راه تيبغي الطياب وما تجيكمش فازقه من الداخل، تجي مفركه. اذا درتو النار مرتفعه غادي تحمر من برا وتبقى من الداخل ما طيباش. راه ماشي بحال الحرشه ديال السميده. انا راه حاولت نشرح لكم كاع النقط كما هما. انا راه ما تعلمت ليها غير بزز، راه ما كنتش نعرف نصايبها. راه بقيت معاها حتى تتعلمت ليها مزيان لان تتعجبني نفطر بها. تتعجبني خصوصا في الحال بارد. هنا راه قلبتها مره اخرى لان تحمر الوجه ديالها كما تلاحظوا ما شاء الله الذهب. صافي تنبقى ندور فيها ندور حتى تتحمر مزيان. وهذه هي الحرشه ديالنا من بعد ما تحمرت كاع من الجهات. غنحاول نفتحها معاكم باش تشوفوا كي تجي من الداخل. انا راه فتحتها وهي سخونه، خليوها حتى تتبرد شويه. عاده فتحوها واحد 10 دقائق باش ما تبانش لكم بحال معجنه. راه بحال الخبز باش نقطعوه سخون بالسكين تيبان بحال معجن، اما كون قطعتها بيدي ما غاديش يبان فيها هذا الشكل هذا. راه تتجي الصراحه تتجي هائله. انا متاكده الا جربتوها بالطريقه ديالي وتبعتوا جميع المراحل غادي تنجح معاكم 100%. راه تتجي فتيه وهشيشه لواحد الدرجه. انتما غير دوك الفتيتات اللي عندنا غيبينوا لكم اللي محطوطين اللي طاحوا هكا وفاش قطعتها بينوا لكم بان راه تتجي فتيه لواحد الدرجه. هنا راه رافقتها باتاي بشيبه مشحر مزيان يا سلام، وبشويه ديال الزيت والعسل. تقدروا ترافقوها بالزبده اي نوع، الا كانت بلديه ما نعاود لكمش
ديروها فوق منه وهي سخونه. يا سلام. حتى لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبتكم الوصفة ديروا جيم، واللي مازال ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بسلام عليكم.